مساء الخير، اهلا بيكم في توكس بره البوكس. معانا النهارده احمد فهيم HR experience more than 10 years. عايزين نساله على حاجات كتير قوي تخص الكورسز والديفلوبمنت، فتعالوا نتعرف عليه ويعرفنا على نفسه. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انا مبسوط ان انا معاكي النهارده. احنا اكتر. خليني اقول لك بريف صغير كده عن نفسي. احمد فهيم، HR بقالي فوق 10 سنين. شركات كبيره، شركات صغيره، شركات مالتي ناشونال. اتعاملنا مع different levels of people. ادتني الحمد لله اكسبيرينس كويسه ان ندي يعني فيدباك كويس، او ادي نصايح للناس اللي لسه بتبدأ حياتها في سواء كارير HR او اي كارير. بس طيب حلو قوي. ناس كتير قوي في فترة التقديم على الجوبس والحاجات دي بيبقوا محتاجين يعرفوا، لو خصوصا لو فريش جرادز عايزين يعرفوا ايه الحاجات اللي ممكن ياخدوها تغنيهم عن ان مفيش اكسبيرينس. ف في كورسات بتتاخد، وفي ناس كتير قوي بتستغل البوينت دي ان هم يعملوا كورسات وهمية او حاجات في الاخر السيلبس بتاعها ما يبقاش اقوى حاجة. فعايزين نعرف ايه المنصات اللي ممكن تكون بتقدم كورسات قوية وبتفيد الناس فعلا. بصي، هقول لك الاسماء المنصات في الاخر، بس عايز ادي نصيحة بسيطة في الجزئية دي. انا اخر سنة في الجامعة اكتشفت حقيقة صادمة في موضوع الجامعات في مصر. ان انتي هي بعيد، في جاب كبيرة قوي ما بين الجامعة وما بين الشركات في مصر. الشركات بتطلب حاجة، والجامعة يعني بتديكي تدريس 4 سنين، حاجات مختلفة خالص not related باللي بره في الماركت. فبيتخرج الشخص بعد 4 سنين فاكر ان هو تنين وهيروح في اي شركة وهيخش وخلاص وهيدوله مرتب ب70,000 جنيه والكلام ده كله. ايوه ده حقيقي. بيضطر ان هو يقدم كذا مرة، محدش بيكلمه حتى في الانترفيو او كده، لانه السي في بتاعه ضعيف. نصيحتي ان اخر سنة في سنة رابعة لازم يلاقي شغل، حتى لو هيبدأ بشغل بسيط، ومن فلوس الشغل دي ان هو يبدأ يطور في نفسه ويروح على منصات معروفة او اماكن معروفة عشان تتحط في السي في، تعمل له اد فاليو. على لان انت متخيله مثلا لو انا بنزل بوست عايز فريش جراد، هيجي لي كام سي في؟ فالسي الافات. في بالظبط، فالسي في اللي هينور ده لازم حد حاسس ان هو فعلا في within الدراسه بتاعته خلاص، بياخد كورسز واماكن معروفه واشتغل واتدرب في اماكن كويسه، فبدا بحس ان الراجل ده عنده بلان في حياته، وعنده يعني ميزه عن بقيه الايه الفريش جراد. طيب منصات ايه هي؟ منصات زي كورسيرا، زي ليندا، زي منتور، دي الاونلاين. اليوتيوب طبعا لازم يقعد يدرب نفسه على اليوتيوب ويعرف المايكروسوفت اوفيس بيشتغل ازاي، ويتفرج على فيديو ازاي يشتغل على اكسل والوورد، الحاجات دي كلها. بجانب الانجليش طبعا كلغه، دي مهمه جدا. الحاجات بقى اللي هي بيروحها بقى مش اونلاين، زي الاي يو سي، زي ريتي، وزي سليسكا، وزي جي يو سي، وزي امريكان شامبر، والحاجات دي كلها غاليه، بس في الاخر خالص هتخليه يخش في مكان كويس يعوض الفلوس اللي دفعها دي خلاص في السالري اللي هو هيعمله. عايزين نعرف هل الاي اي، بما ان الاي اي دلوقتي متشعب بالظبط. في حاجات كتير جدا، ممكن يكون ازاي بيساعد في مجال الكورسات؟ الاي اي ده يعني ثوره تكنولوجيه رهيبه، واحنا خايفين منه احنا كاتش ار ده نفسنا، حقيقي، احنا اصلا عاملين عنه حلقة من كمان كتر دعاء الناس منفصلة. علينا تقريبا. شكلهم كده هيلغوا في وظائف كتيره للاسف هتتلغي في ذا يس فيوتشر بسبب الاي اي. يس. فعشان كده برضو انا بحاول يعني كاحمد ان انا اطور من نفسي، فاروح اشوف الاي اي. الاي اي ده هو ثوره تكنولوجيه منقسمه لحاجتين: السيستم، فبيعمل لك سيستم متقدم يساعدك في كل حاجه، عايزه تبعتي ايميل، عايزه تعملي كونتنت، عايزه تعملي ماركتنج، عايزه تعملي داتا اناليسيز، عايزه تعملي بروجرامنج، كل حاجه بيعملها لك. طبعا اشهرهم شات جي بي تي، اللي هو يعني السيستم الجديد. في حاجات الجزء الثاني الخاص بالماشينز، اللي هو عايز يخلي الماشينز تبقى ذكيه جدا زي البشر، فبتتعامل في المصانع وكل حاجه، فبيبدا يستبدل الخمسه بآلة واحده تقدر تعمل اللي هم بيعملوه بدقه وكواليتي افضل بكتير. فالاي اي لازم ان احنا نبدا ان احنا نشوف ايه مجالات الدراسه بتاعته، ونبدا ان احنا عندنا نولج على الاقل ليه،
نعرف نستخدمه ولا لا، الحاجات دي كلها عشان ما يفوتناش القطر بالبلدي. اوكي. بس طيب احيانا كتير قوي في ناس ما بتبقاش حابه انها تاخد كورسات، فمحتاجين يشجعوا نفسهم، فلو انا مش بحب ده هشجع نفسي ازاي؟ هتشجع نفسك ازاي؟ قدامك حلين. مم. تشتغل في شركه صغيره وتاخدي مرتب ضعيف وحياتك متبهدله، ولا تروحي تاخدي كورس وكويس في مكان كويس وتصرفي على نفسك وتضغطي على نفسك في عدد ساعات وتنزلي جمعه وسبت وتقعدي تدرسي وفي الاخر خالص تشتغلي في مكان كبير ومرتب كويس. قارني اجتماعيا، ساعتها هتفهمي الطريق ده هيوصلك لايه في الاخر، والطريق اللي انا مش عايز اخد كورسات ومكسل والكلام ده كله، بجانب الكوميونتي بتاعك. يبقى لازم انا اخلي اصحابي او الكوميونتي اللي حواليا ما يقعدوش يحبطوني قاعدين على القهوه، يا عم اقعد يا عم بس نطلب كوبايه شاي وبتاع والدنيا هتروق. لا مش هتروق ولا حاجه، لانه في الاخر خالص في حد مكانك، انت قاعد على القهوه اهو خلاص، في واحد تاني بيقعد 5-6 ساعات في مكان عمال يدرس وعمال ياخد كورسات وعمال يطور في نفسه، فلا يستويان. وفي الاخر خالص اللي قاعد على القهوه ده مش هياخد نفس مرتب الراجل اللي عمال يتعب وياخد كورسات بعد ما يخلص الشغل يروح ياخد كورس جمعه وسبت ينزل ياخد كورس. ففي الاخر خالص لازم تفكر اجتماعيا ان انت مستقبلك هيبقى عامل ازاي من غير كورسات وبكورسات. اوكي. ساعات كتير قوي ناس بتاخد كورسز وبعد ما تقعد تركز قوي وتحضر قوي زي ما انت لسه قايل كده، في الاخر بيحسوا ان هم مش مستفيدين اي حاجه وبينسوا كل اللي خدوه في الكورس. ده عشان بتبقى هو depending على لا اتفضل. depending على الكورس نفسه، ولا depending على اللي بيدي الكورس، ولا depending على انا كمتلقي؟ ممكن ده وممكن ده، ممكن يكون راح مكان الانستراكتور ضعيف فمش عارف يوصل كويس المعلومه، فهو مش عارف يستفيد منه كويس، فساعتها هو وذين الكورس يطلب تغيير الانستراكتور، ان انا الانستراكتور ده والماتيريال دي مش حاسس ان هي هتفيدني قوي، لانه حاطط بلان ان انا داخل اخد الكورس الفلاني عشان اتعلم حاجه معينه، عشان اشتغل في حاجه معينه واخد سالري معين او اوصل لليفل معين في الشغل بتاعي. فانا رايح ما لقيتش اول سيشن 2 سيشنز خلاص ما لقيتش اللي انا عايزه، فلازم اعمل ستوب لان انا دافع فلوس فحقي اعمل ستوب، اروح اتكلم مع الادمن في السنتر ده واقول له والله انا شايف ان كذا كذا، ده في جزئيه الانستراكتور او السنتر الماتيريال نفسه مش كويس. الجزء الثاني هو رايح بالحب، هو رايح هو مش عارف الكورس ده هياخده ليه، فما عندوش هدف ما عندوش بلان، عشان قالوا هنا في كورس حلو بالظبط فيلا مع بعضينا أيوة. فرايحين بقى نقضي يوم حلو، فراح قعد خلاص تمام قعد هزر شويه روح في الاخر يقول لك انا ما استفدتش. ما انت رحت الكورس نفسه ما كنتش عارف تروح تاخد الكورس ليه، وبعد ما تخلص كورس هتقدم فين او تعمل ايه. كلنا وقعنا في الغلطات دي، يعني كلنا وقعنا في الغلطات ودفعنا فلوس ورحنا في كورسات حضرنا وعدد ساعات وفي الاخر روحت ايه ده وانا كنت المفروض اعمل ايه، فاهماني؟ بس معلومه ان انا ممكن اطلب ان انا اغير الانستراكتور دي جديده عليا يعني. لا موجوده طبعا بس موجودة. مش كل الاماكن اعتقد مش ممكن كل تبقى مش كل الاماكن، بس قبل ما ادفع فلوس اسال بقى، يعني اسال واشوف الورقه اللي بمضي عليها الماتيريال التغيير الانستراكتور موجود ولا لا، الحاجات دي كلها خلاص. وزي ما بقول لك في البدري عشان ما ينفعش بعد ما اخلص مثلا 90% من الكورس ايه ده الانستراكتور ده مش عاجبني. ايوه طب هو مكمل بدري، فاول سيشن 2 سيشنز الحق نفسي واقول له والله الانستراكتور ده مش عاجبني، الماتيريال مش عاجباني، حاسس ان الدنيا مش احسن حاجه، خلاص فالحق نفسي. اوكي. بس طب ايه رايك بقى في الكورسات بتاعت الوان داي كورس؟ بالنسبه لو هي ورك شوب، يعني انا رايح اتعلم حاجه في الاكسل مثلا، بديكي فور اكزامبل رايح اتعلم حاجه في الاكسل ماشي، انما اخد كورس كبير وبتاع في يوم ده يعني انا اسف في اللفظ بلح. ليه بقى؟ لانه في الاخر السنتر بيركز على التايم مش كواليتي، خلاص. هو الانستراكتور عايز يخلص الكورس في اليوم، الناس بقى استفادت ما استفادتش هو ملوش فيه، هو في الاخر خالص بالظبط هو مركز ان هو الكورس يخلص في يوم. انا حاسس ان ده مش احسن حاجه خلاص، الا لو هو حاجه بروح اتعلم حاجه صغيره في حاجه كبيره او في جزئيه كبيره خلاص هروح اتعلمها وارجع. انما كورس كبير بيتاخد في 3 شهور في شهرين اخده في يوم واحد ده ما انصحش بيه يعني. تنصح بايه الناس اللي بتقلق من الكورسات اللي ببلاش؟ في ناس عندها هاجس كده انه ما دام الكورس ده مش بفلوس او مش دافع لي فيه رقم كده حاسس انه ده اي كلام. لانه احنا عندنا باك جراوند في بعض الاماكن فعلا بتلاقي مؤجر سنتر خلاص و30 40 واحد وماسك ميكروفون وعمال بقى زي سناتر الدروس بتاعت ثانوي واعدادي، فده مش كورس اكيد، ويقول لك كورس وبتاع ومعتمد ويطبع شهاده وختمه وخلاص.
فهو هو ب 50 جنيه او بلاش او ب 100 جنيه في الاخر خالص هيخرج هو يعني ما فيش اي حاجه، خد له كلمه كده استفاد بيها بسيطه وخلاص. لكن في اماكن بتبقى منح بقى زي وزاره الاتصالات، زي اماكن جايه من بره بتدي منح للطلاب خصوصا في مجال التكنولوجي ومجال البرمجه والسوشيال ميديا والماركتينج والحاجات دي كلها. خلاص دي بتدي منح محترمه، بتلاقي بقى الدراسه نفسها 6 شهور 7 شهور. بعض الاحيان زي المنحه بتاعت وزاره الاتصالات بتدي يعني بيت بتبقى مدفوعه كل شهر على اساس انت تتدرب، تقعد 6 شهور تتدرب وبعد كده بتخرجك كانك معاك شهاده، يعني شهاده نص مثلا مؤهل جامعه ولا حاجه. فدي دي المنح دي مهمه هو يدور عليها ويقدم عليها. انما الاماكن الصغيره دي هو يضيع اليوم وخلاص. ده وجهه نظري. مش كل حاجه ببلاش وحشه، بس في الاخر خالص بلاش مين اللي بيقدمه. المكان اللي بيقدم لو هو حاجه منحه وكبير او اسم كبير لا اروح طبعا.